عاوزين بارت 3 من ترتيب الخرز، اوزا عاوزين بارت 3 من ترتيب الخرز، اوزا عاوزين بارت 3 من ترتيب الخرز. فين بارت 3 يا اوزا؟ اعمل لنا بارت 3 بارت 3 بارت 3 بارت 3. خلاص ده بارت 3 من ترتيب الخرز، يلا بينا. ايوه زي ما انتم شايفين ده تالت فيديو من ترتيب الخرز، وانا عارفه ان انتم مش مصدقين بس انا كمان مش مصدقه. اول بوكس خرز، تاني واحد، تالت واحد، رابع واحد، خامس واحد، سادس واحد، سابع واحد، وثامن واحد، وتاسع واحد، وعاشر بوكس والاخير. انتوا شايفيني؟ هلو. نجيب دولت كده على جنب. ومش بس كده، كمان في الكيسه دي فيها خرز، كميه خرز بجد متلعبك ومتشبك ويعني فوق بعضه وحالته حاله بجد، فانا مش جاهزه ولا نفسيا ولا عقليا ان احنا نرتب الكيسه دي دلوقتي، هنركنها على جنب زي الشاطرين ونيجي للبوكسات دي. رتبنا منها كذا بوكس مع بعض، فهنشوف ايه اللي مش مترتب ونرتبه سوا. فاتفضلوا روحوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس، وقولوا لي لو عايزين بارت 4. وانا شايفاكم يا اللي مش بتعملوا لايك وسبسكرايب، انتوا حرين، وروحوا شوفوا الفيديوهات اللي فاتت. نزلت لكم فلوج، ونزلت لكم تاخدوا ايه في شنطه الجامعه، وازاي تختاروا شنطه الجامعه، ونزلت لكم افضل 10 مسلسلات تركيه. ومش بس كده، كمان نزلت لكم فلوج من كام يوم، فمفيش مانع لو رحتوا شفتوهم، يعني صدقوني هيعجبوكم انا متاكده. بس روحوا شوفوهم بعد الفيديو ده. يلا بينا. بصوا بقى، هوريكم اول حاجه البوكسات، وهوريكم ايه اللي احنا رتبناه وايه اللي احنا ما رتبناهوش وايه اللي محتاجين نرتبه. فهنشوف مع بعض هنرتب ايه النهارده. بصوا ده اول بوكس بتاع ادوات التقفيل، وحاليا بجد انا خايفه ارتبه لان هو بجد السيلفر على الجولد وكل حاجه فوق بعضها، فده هياخد وقت طويل قوي، فشكلنا هنرتبه النهارده. بس مش عارفه، ده احنا رتبناه مع بعض المره اللي فاتت وبجد شكله تحفه. بصوا بقى منظم قوي اهو، شكله حلو قوي. وده ما رتبناهوش المره اللي فاتت، الخرز كله داخل في بعضه، كله خرز تفسيره. ممكن نخلي البوكس ده كله خرز تفسيره اهو. وفي البوكس ده رتبناه مع بعض برده المره اللي فاتت، ولو ما شفتوش بارت 2 من ترتيب الخرز هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس، بروحوا شوفوه بعد الفيديو ده. بصوا ده كده مترتب شكله تحفه بجد. ونيجي للبوكس ده خرز تفسيره برده بس متكعبل وكله فوق بعضه، وبجد حاسه ان انا هنهار سيكا يعني، بس ماسكه نفسي. فاعتقد هنرتب ده النهارده، وبرده هنخليه كله بوكس تفسيره كده. وده كمان بوكس تفسيره وبرده متكعبل فوق بعضه. انا بنهار حاليا بجد يعني، انا ما كنتش واخده بالي ان هما كذا بوكس تفسيره بس تمام. ده رتبناه شكله تحفه اهو، مترتب كده، ده شكله حلو قوي بجد. نيجي للبوكس ده مش مترتب نوعا ما، في خانات فاضيه بس هو يعتبر مترتب اهو، بس في خانات فاضيه فدولت محتاجين يتملوا، والخانه دي كمان. والبوكس اللي بعده ده مترتب كمان اهو. بصوا ده بوكس كده وسط، شكله حلو قوي عشان كمان مترتب، فشكله بجد مهندم كده. البوكس الكبير حالته حاله بجد. بصوا ده ما فيهوش ولا خانه مظبوطه، وكل الخانات فيها خرز فوق بعضه. فمش عارفه نبدا ببوكسات صغيره ولا البوكس الكبير، بس حاسه ممكن ندخل النهارده على البوكس الكبير. بصراحه محتاره، بس حاسه ان هو بجد شكله صعب قوي فمحتاج يترتب. طيب انا عارفه ان انا هندم على القرار ده وخلاص، انا اخدت القرار فمفيش رجوع منه. هنرتب البوكس الكبير مع بعض. يعني انا عارفه ان انا هقعد ساعه ساعتين 3 4 تمام. ممكن ما يكونش ظاهر ده في الفيديو، هيظهر لكم مثلا في تلت ساعه ولا حاجه، بس انا بقعد الوقت ده بجد. فهنرتب البوكس الكبير وخلاص، يلا بينا. مبدئيا كده بصوا على شكل البوكس عامل ازاي، انا بجد مش بأوفر بس مفيش ولا خرزه في مكانها. بصوا لا خير 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 ان شاء الله خير يعني، والله قلبي مش طواني اعمل كده، بس احنا مضطرين نفضي كل ده وبعد كده نفرزهم بقى ونفرقهم عن بعض، بعد كده نبدا نحطهم تاني. يلا بينا يلا احنا ورانا ايه؟ ما وراناش حاجه. يلا بينا. جاهزين؟ انا مش جاهزه خالص، ويعني حاسه ان انا هندم، انا عارفه ان انا هندم متاكده، بس يلا بينا. 1 2 3 بسم الله. انا خايفه يقع على الارض، اعمل ايه؟ وقعوا على الارض، استنوا بقى. انتوا مش متخيلين المنظر اللي قدامي، انا بنهار. المنظر ده كفيل يجيب لي انهيار عصبي، مش ببالغ. انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ انا بنهار. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ لا خير خير ان شاء الله خير. احنا كنا عارفين ان هو هيحصل كده، فانا مش بنهار خالص اطلاقا. ولميت الخرز اللي وقع على الارض، فعادي عادي، احنا بنلعب وبنهزر ويعني عادي، انا مش بنهار خالص خالص خالص. طيب بصوا، اول حاجه هنعملها ان احنا نجمع الجامايكا الملون ده اللي هو الصغير ده اهو. ده هجمعهم مع بعض ويبقوا كلهم مع بعض في خانه واحده، فهحاول ان انا اجمعهم. وحاسه ان في منهم اصلا مكسور، مش عارفه هو الخرز بيتكسر ولا ايه، معرفش. فهشوف السليم وهخليه، واللي مش سليم هرميه. فهنبدا نجمع اول حاجه اللي هو الجامايكا الملون. يلا بينا. وانا جنبك يا حبيبي.
جماعه الحوار شكله بجد هيطول، انا بقالي بعمل في شويه دول حرفيا بقالي يعني 10 دقايق، فاحنا مطولين هنا. جماعه انا لسه ملاحظه دلوقتي بس في خرز بيسيح لونه اسود، فبصوا عمل ايه، بيسيح، فشلت منه الخرز اللي لازق فيه عشان كل ده هيترمى خلاص اهو. هو الخرز الاسود ده هو اللي ساح فلزق في دول، فدولت كده هيترموا. لو لقيت اي حاجه تانية من الخرز الاسود اللي هو السايح ده برضو هرميها عشان هو طابع لون اسود كده، فكل ده هيترمى مع الاسف. طيب انا رتبت دول لغايه دلوقتي وحرفيا في كميه خرز هيترمى بسبب الخرز الاسود السايح، فهبدا ان انا امسح البوكس لان هو حرفيا برضو حاسه ان في اسود فيه سايح، فهمسحه كويس بكحول بعد كده نبدا نرتب فيه. فيلا بينا ننضفه ونعقمه كويس، يلا بينا كده. ناخد مناديل ونمسح بقى كويس قوي. بصوا هتلاحظوا ان في اسود في المنديل بيطلع اسود كده. بصوا انا لو كنت ملاحظه ان في خرز سايح ما كنتش حطيتهم كلهم على بعض عشان هو عمال يمسك في كله، فكنت رميته الاول بعد كده بدات ان انا ارتب، بس انا ما كنتش ملاحظه ان في خرز سايح اصلا. طيب زي ما انتم شايفين ده خرز الجامايكا اللي انا جمعته لغايه دلوقتي، هبدا ان انا احطه هنا. انا عماله اطلع بره وبجد مش عاوزه انهارش، انا لسه في الاول يعني مشكله انا كل ده لسه في اول الخانه في البوكس اصلا. ودلوقتي هرجع ان انا اكمل اطلع بقيه خرز الجامايكا وبعد كده ارجع احطهم تاني في البوكس، فهجمع السليم منهم ولو لقيت اي واحده فيها عليها اسود زي كده مثلا هرميها. بصوا عليها اسود، فاللي زي دولت كده هرميهم. ودول اخر اتنين، لقيت دول كمان خلاص كده. طيب بصوا الخرز الاسود ده اللي هو على شكل قلب ونجمه وهلال هحطه جنب الذهبي، هحطه هنا، وزي ما انتم شايفين لسه موجود برده منه هنا شويه حلوين، فهبدا ان انا برده اطلعهم كده واجمعهم بعد كده احطهم في البوكس كده. انا النهارده اكتشفت بجد ان انا عندي صبر، انا بقالي ساعه افرق في دول بس اقسم بالله انا مش بهزر، بس عناية اتحولت، انا مش بأفور. وكمان لقيت ادوات تقفيل عشوائيه كده فمحتاجين برضو نفصلهم عن بعض، ولقيت دولت حاجات اعتقد من بوكسات تانية فهبقى احطهم مكانهم، ودي دلايات لسه برضو هفرقهم. فيلا بينا نحط دول في البوكس. بعد كده هحط القلوب الملونه هنا. انا بنهار حاليا، انتوا شايفين انا لو عاميه مش هعمل كده.
بصوا كده ده شكل البوكس حاليا، واعتقد ان هو بدا يظبط احسن من الاول بكتير. فمحتاجين بقى نشوف هنحط ايه في باقي الخانات. بصوا بقى هنا هحط الدلايات، ومحتاجه اوريكم الدلايات اللي فاضله كويسه لسه. بصوا دي اول واحده شكلها كيوت قوي اهي. بصوا دي تاني واحده شكلها برضو كيوت قوي. حاسه انا محتاجه احطهم مع بعض اصلا كل الازايز دي. بصوا دي واحده كمان اهي شكلها برضو حلو قوي. ودي جزره الحمد لله لسه سليمه اهي. بصوا دي شكلها حلو قوي. وده مفتاح كده اهو شكله عجبني قوي. بصوا دي كنت جايباها عشان اعمل بيها بريسلت شكلها تحفه. ودي بتاعه سبحه. بصوا شكل العيون الصغيره دي شكلها حلو قوي هنا. دي بجد كيوت قوي. متحمسه اعمل سلسله بدي شكلها بجد تحفه. بصوا دي حلوه قوي. كمان الفراوله لسه عايشه الحمد لله اهي. انا حاسه الخضار برضو محتاجه اعمل بيه بريسلت كده يبقوا كلهم مع بعض هيبقوا شكلهم حلو. دي محتاجه اطلع منها الجامايكا دلوقتي. استنى احط كده. دي متحمسه اعمل بيها سلسله كده في دماغي بجد عاوزه اعملها دلوقتي شكلها تحفه. وده ثعبان اهو. ودي كانت حروف اوزه. بصوا دي الاو اهي والزد كده وحرف الاي اوزه. ودي فراشه. في واحده ثانيه بس جه عليها اسود فباظت. دي برضو زي عمله كده. ودي كمان اكبر شويه. ودي افوكادو. بصوا كيوت قوي. بصوا دي. بصوا الايس كريم دي حاولت ان انا انقذها وان شاء الله يعني ما يكونش باين ان فيها اسود، يعني حاولت امسحها على قد ما اقدر. واخر واحده القفل ده بس كده. بصوا كمان لقيت الفلفله دي شكلها بجد كيوت قوي. بصوا بقى انا بفكر اوقف البوكس الكبير لحد هنا عشان لسه في حاجات انا عاوزه ابقى ارتبها فيه، بس بصراحه حاسه ان احنا هنفضل فيه طول الفيديو، فهرتب حاجه تانية من بوكسات التفسير عشان برضو هم محتاجين يترتبوا. فنخش على بوكس صغير ونبقى نرجع لده في فيديو تاني. طيب اللي انتوا شايفينه ده حقيقه مش ادعاء، ويعني انا واخده علقه موت. كان لابد نعمل كده عشان نخلص بقى ونرتب ستاند ايه، نرتب البوكس دوت يبقى كله تفسيره. فيلا بينا عشان انا ايه ما انهارش لوحدي. يلا بينا وتحسوه بيعمل ايه اسمه ار. بصوا سلايم في نفسه قوي. المهم يلا بينا. طيب اول حاجه هنحط الفواصل كده. ودي اخر واحده كده. دلوقتي اول حاجه هعملها ان انا هفصل اللون الموف عن الابيض ده، واخد الموف واحطه هنا. فيلا بينا. انا ما كنتش متخيله ان احنا هنطول كده في التفسيره، بجد ما كنتش متخيله ان هو كده خالص. وخصوصا كمان ان انا اكتشفت ان في 3 درجات من الموف و3 درجات من البينك ودرجتين من الابيض ودرجتين من الاحمر. فحرفيا يعني انا بتعبني. انا بجد بتعبني، بس عارفين برضو في نفس الوقت ببقى مستمتعه جدا. يعني انا بحب قوي ارتب خلاص، بحس ان انا فعلا مستمتعه جدا بالوقت ده. طيب بصوا اول حاجه هحط الخرز الموف هنا اللي هو الدرجه دي، وجنبها الدرجه دي.
بعد 3 ساعات متواصلين بعمل في دول بس يا جماعه بجد انا ما كنتش فاكره ان هو بياخد كل الوقت ده او نسيت بجد. انا بقالي كتير قوي ما رتبتش خرز تفسيره. انا بنهار وظهري وجعني قوي بجد. بس بصوا رتبتهم حلو قوي. دلوقتي بقى جت اللحظه الحاسمه، هنحطهم دلوقتي في البوكس. يلا بينا. وكده نكون خلصنا الموف. دلوقتي هنحط الموف الفاتح. بصوا بقى هنا هحط الاسود، في هنا اسود وفي كمان هنا اسود، فهاخدهم واحطهم هنا. وكده نكون خلصنا الاسود. بصوا دلوقتي هنا هحط درجة البيج دي، فيلا بينا. بس كده. وبعد كده هنا هحط اورنج، فيلا بينا. شكرا. بس كده. بصوا بقى بعد كده درجه الاخضر التحفه دي اللي انا بجد عاوزه استخدمها وعايزه اعمل فيها بريسلت دلوقتي حالا، بس بجد دلوقتي مش قادره خلاص، فهاخدها دلوقتي واحطها هنا. شكرا. بصوا ده كده شكل البوكس لحد دلوقتي، وحاسه ان شكله بقى حلو بصراحه، يستاهل التعب اللي انا تعبته ده. فدلوقتي هنحط هنا درجات البينك. عندنا 3 درجات، الدرجه دي والدرجه دي والدرجه دي، فهحط من الافتح للاغمق. بس كده. انا لو عاميه مش هيحصل كده. زي ما انتوا شايفين مظبوط جدا، مفيش اي حاجه بره نهائيا. وكده يكون فاضل اخر 5 خانات، وبجد شكل البوكس لغايه دلوقتي تحفه. في واحده هنا بالغلط هنا. فاضل خلاص اخر خانتين فيهم درجات الازرق، الدرجه دي والدرجه دي، وبجد شكلهم تحفه.
وده كده يكون شكل البوكس بعد ما خلص. بجد على قد ما تعبني بس بجد شكله تحفه، وبجد لازم تفكروا 500,000 مره قبل ما تفكروا ان انتوا ترتبوا خرز التفسيره، عشان بجد انا كنت نسيت ان هو بياخد كل الوقت ده، بس النتيجه تحفه. خلينا متفقين. بصوا بقى نيجي للبوكس ده، تعالوا نظبطه كده بسرعه. في خرز جوه الخرز، يعني احنا هنعمله بالملقاط كده بسرعه. انا هشيل دي، هخليه الجزء ده كله كده مفتوح على بعضه، عشان زي ما انتوا شايفين دي درجات، في منها موجود عندي وفي منها مش موجود، فخليتهم كلهم كده على بعض. محتاجين نجيب كل التركواز ده كده على بعضه، والاحمر ده نشيله نحطه هنا كده اهو. ودي هنا، وفي هنا اورنج كده، في بينك هنا يرجع مكانه كده، والاخضر ده لا ما تغطسيش، ايوه هنا. بصوا كده نكون ظبطنا البوكس ده، يعني شكله كده بقى مهندم اكتر، فكده نكون خلصنا البوكس ده كمان. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا زي ما انا استمتعت وانا برتب الخرز. وبرده عايزه اكد عليكم على حاجه، مع اني قلتها الفيديو اللي فات بس هقولها لكم تاني عشان برده في ناس بتسال. انا مش فاتحه اي براند ولا هو بيزنس خالص، هي مجرد هوايه. انا بتعلم الخرز من زمان قوي وبحب اعمل بيه حاجات كتيره، وبحب اعمل اكسسوارز لنفسي ولعيلتي وكده، فهي مجرد هوايه وبتعلم كل شويه حاجات جديده وبعلمكم انتوا كمان، فهي مجرد هوايه مش اكتر من كده. وبس كده كالعاده مش محتاجه اكد عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس، واكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين بارت 4. وبس كده، باي.